يا دنيا انا بسألك ليه انا ما طلعتش ملك؟ ده يوسف عيد، راجل غلبان شبهي وشبهك وشبه كل مصري اصيل عايش عمره كله متمرمط في البلد دي. يوسف عيد طبعا وشه غني عن التعريف وافهاته ايقونيه، في افلام الراجل ده اشتغل فيها احنا عارفين افهاته ومش عارفين اسامي الافلام دي ايه. يوسف عيد موهبه وضحيه في نفس اللحظه، زيك كده بالظبط يا شقيق لما بتحس اوقات كتير انك موهبه وضحيه في نفس اللحظه. بس قبل ما نتكلم عن موهبه يوسف عيد وعن ليه هو ضحيه، حابب انوه ليا وليك عن شيء مهم، هو ان كل حاجه بتحصل لنا في الدنيا دي بتحصل لنا باراده ربنا سبحانه وتعالى، واراده ربنا فوق كل شيء. فاي حاجه ممكن تحصل تزعلك او حاجه تحس انها ضيعت مجهودك، خليك عارف ان ربنا كان عايز كده، يمكن عشان كان شايل لك الاحسن. هو اكيد شايل لك الاحسن مش يمكن، بس اللي انا عايز اكده لك ان مفيش حد يقدر يمنع عنك اي حاجه حلوه او اي حاجه ربنا كاتبها لك. تعالى بقى لواحد من الناس، الراجل الغلبان الروش اللي افهاته ما بتقدمش، يوسف عيد. مبدئيا يوسف عيد ده بيمثل من سنة 1980، انت فاهم؟ الراجل ده بيعمل ادوار ثانوية او ثنائية من سنة 1980 لحد 2014، متخيل المدة الزمنية دي؟ المهم الراجل ده في 4 اشخاص لعبوا في مسيرة يوسف عيد الفنية ادوار محورية ورئيسية. ال4 اشخاص دول قرروا يشوفوا يوسف عيد بنظرة تانية خالص، نظرة هو يستحقها. اول واحد كان عادل امام، وطبعا انت عارف يعني ايه عادل امام. عادل امام بيرشح يوسف عيد معاه في ادوار في افلامه، من اول فيلم عصابة حمادة وتوتو، وفيلم عصابة حمادة وتوتو كان سنة 1980. والمفاجأة بقى ان اخر فيلم لعادل امام في السينما كان فيلم زهايمر اللي كان سنة 2010. انت متخيل المدة الزمنية اللي كان عادل امام فيها مؤمن بيوسف عيد ومصمم يدعمه ويبروزه في ادوار معاه ايمانا منه ان الراجل ده يستحق اكتر من كده؟ وعشان افهمك اكتر هحكي لك حكايه على لسان واحد غيري، وهو السيناريست الشاب اللي كان وقتها شاب طبعا، بلال فضل.